بزاف واقتصاديه في متناول الجميع، مع انها جد بسيطه الا انها رائعه. كتجي هشيشه ومرمله، والسر بنتها وبساطتها. غادي نزينوها بلا ما نحتاجو اي مرشم ولا طابع، بوسائل بسيطه وكيف ما كانوا امهات ديالنا شحال هادي تيبدعوا تيزينوا الحلويات ديالهم بدون الحاجه لكل هاد الادوات اللي موجودين اليوم. فنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 125 غرام ديال زبده المارغرين، غادي نحتاجو الكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للاخوات اللي دائما تيسولوني على السعه ديال الكاس اللي على الكاس اللي كنستعمل، فهو كاس ديال العنبه المعروف جدا في المغرب، السعه ديالته 150 مليلتر. فهنا كما كتلاحظوا انا ما عمرتش هاد الكيسان حتى للفوق لانهم كبر من الكيسان ديال العنبه. فكما قلت لكم 150 مليلتر ديال الزيت، والسكر سنيده ايضا 100 غرام ديال السكر سنيده. ويمكن لكم تزيدوا في السكر في كميه ديال السكر اذا بغيتوا الحلوه تكون حلوه بزاف. عندي ايضا جوج بيضات، وعندي تقريبا نص كاس ديال الكوك او 25 غرام، وعندي 3 معالق كبار ديال المايزينا ما يعادل 50 غرام، عندي واحد ساشي ديال الفانيليا، وعندي نص ساشي ديال خميره الحلويات او ما يعادل نصف ملعقه صغيره، وعندي الدقيق حسب الخليط، وعندي الفواكه المعسله باش غادي نزين. ففي الاناء ولا في العجانه بطبيعه الحال اللي متوفره عندها كنديروا الزبده ديال المارغرين وسكر سنيده وساشي ديال الفاني، وتنحاولوا نخدموهم مع بعضياتهم. فبالنسبه للزبده اللي بغات تستعمل وبغات تستعمل الزبده ديال العبار، بغات يعني المذاق ديال الحلوه ديالها يكون ألذ، بطبيعه الحال يمكن لها تستعمل الزبده ديال العبار. فاش تندمج لي الزبده مع السكر سنيده كنزيد الزيت، كاس ديال الزيت، وتنستعمل وتنخلط مع هذا الخليط مع بعضياتهم حتى يندمجوا لي مزيان. من بعد ما كتندمج لي الزبده مع الزيت عاد كنزيد ديك جوج بيضات، وكنستمر وتنخلط حتى نحصل على خليط منسجم. فاش ندخل البيض مع باقي المكونات عاد كنزيد الكوك او جوز الهند المبشور، وتنزيد المايزينا او النشا. بالنسبه للنشا اللي ما متوفرش عندها النشا فيمكن لها تستغنى عنه، غير هو النشا تيزيد لنا هشاشه للحلوه، يعني اي حلوه او صابلي فالنشا او المايزينا تيزيد تيهش الحلوه. فمن بعد ما كندمج كاع دوك المكونات كنبدا نزيد في الدقيق ديالي بالتدريج كما العاده. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا استعملت 600 غرام ديال الدقيق بالضبط. بالنسبه بطبيعه الحال تتبقى الكميه على حسب النوعيه اللي غادي تستعملوا. انا استعملت 600 غرام او ما يعادل 3 ديال الزلايف ديال الحريره المعروفين ديال الطاوس، ما عامرينش ما يكونوش عامرين بزاف الدقيق، 3 ديال الزلايف. وبطبيعه الحال نتوما تبقاو تضيفوا غير بشويه، وانتم تجمعوا العجينه ديالكم حتى تحصلوا على عجينه تكون مرطبه ما قاطحه كما العاده كما غتلاحظوا في الفيديو. من بعد ما جمعت العجينه ديالتي كندوزو للمرحله ديال التشكيل. فعندي هنا كما كتلاحظوا السنيده او السكر الخشن درتو في واحد الزلافه، وتنبدا نكور الحلوه ديالتي على هذا الشكل. تنضغط عليها شويه بالراحه ديال اليد، وتنغطس لها الوجه مزيان في سنيده بحال هذا الشكل. ومن بعد ما تنغطس لها الوجه في السنيده تنحطها في الصينيه يدخل الفران. بطبيعه الحال تكون يا اما مفرشه بالورق ديال الطبخ ولا تكون مدهونه بالزيت. وتنجيب غلاقه ديال القرعه او ديال القنينه ديال الماء بحال هذا الشكل، او اي قنينه تكون الشكل ديالها بحال هكا، وكنحاول نزينها على هذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه تنزينها وتندير ديك حبه ديال الفواكه المعسله في الوسط. وكنستمر بنفس الطريقه حتى نعمر الصينيه ديالتي بالحبات ديال الحلوه ونزينهم بحال هذا الشكل.
ودابا كنمروا لثاني شكل اللي هو بحال الشكل ديال الورده. فكنكوروا العجينه ديالتنا على بهذا الحجم، كنحاولوا نديروها بهذا الحجم، وكنغطسوا لها الوجه مجددا ثانيه. تنحاولوا نغطسوها مزيان مزيان باش تهز لنا كميه مزيانه مسانده. من بعد ما تنحطوها في الصينيه تنجيبوا هذا الكاس، اللي معروف يعني كما كتلاحظوا هنا عنده هذا الزويقه لتحت، فهو كاس معروف تقريبا كل بيت موجود فيه. فتنحاول نضغط به من فوق من الحلوه ديالتي غير بلاتي بحال هذا الشكل تيعطيني داك الديكوراسيون. من بعد تنحيد الحلوه ديالتي غير بلاتي. فهادشي علاش خصنا نغطسوها مزيان سنيده باش ما تلصقلناش فيها الحلوه. من بعد ما تنحطها في الصينيه تنكمل بنفس الطريقه حتى نعمر الصينيه ديالتي بالحبات وتندخلها الفران طيب وتحمر، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. والحلوه ديالتي هي من بعد ما خرجتها من الفران وخليتها بردات مزيان، زينت دوك الحبات اللي على شكل ديال الورده في داك الفراغ الصغيور اللي تيكون فيهم، زينتهم بالشوكولا. تجي بحال هكا، تجي غزاله بزاف سواء في المذاق ديالها وفي المنظر ديالها، وبنينه صراحه بداك الكوك اللي كيكون فيها تجي بنينه. نتمنى ان هاد الوصفه البسيطه بزاف تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساونيش كما العاده بجيم والاشتراك في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. خليو لي ايضا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم اللي غادي نكون سعيده باش نقراها وباش نرد عليها. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.